السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. هنعمل وصفة جميلة جدا للمبتدئين. اي حد بيعمل صينية البطاطس دي، بس انا هعملها بطريقة مختلفة شوية وبتوابل بسيطة، بحيث ان كتر التوابل بيضيع الطعم. يعني نركز على 2 بس، نوعين من التوابل بس وخلاص، عشان الطعم يبان فيها. طبعا انا عندي هنا فرختين قطعتهم كده بالطول لان نوعهم صغير. نضفتهم وعملتهم التنظيف يا جماعة بالطحينة والملح والليمون. شوية طحينة تعمليهم على ايدك كده، وعليهم ملح وليمون، وتدعكي بيها الفرخة، بتمنع اي زفارة. وبعدين الحاجات اللي بتبقى هنا تحت في مؤخرة الفرخة دي لازم تشيل. في حاجة هنا كيس كده بيبقى هنا بنشيل، والحتة اللي ورا دي بنشيلها. تمام كده. واي بقى زوايد اي حاجة بتشيليها. هنعمل دلوقتي قدامكم الفرخه، هنقطعها عشان الملح يخش جوه. اول حاجه هنبداها ان احنا هنملح الفرخه ونخليها على جنب، لان هعمل صينيه خضار تحتها. تمام كده. دي بصلايه واحده وفصين توم كبار، وده حبه ملح، وده زعتر، شويه زعتر صغيرين، شويه كاري صغيرين خالص، شويه فلفل عشان الاطفال. لو ما عندكيش اطفال حطي فلفل براحتك، حطي كاري براحتك، بس انا مقلله عشان الاطفال الصغيره. طبعا هنطحن هنا الاول الكلام ده كله هنطحنه، بعدين نحط طماطميه عليه. دي الطماطميه لان انا لازم اعمل البصل الاول عندي. هنحط الطماطميه نطحنها عليه عشان اللون الطماطم ده نفسه بندهن بيه الفرخه من فوق ومن تحت، بيساعد ان هي تتحمر. تمام كده. انا فتحت الصدر من هنا كده كذا فتحه بالسكينه. دي حاجات تانية مع اني غسلتها والله كتير قوي. وبنقطع الحته زياده كده بتاعت الجناح اللي هنا، بنقطعها وننغز الورك بالسكينه. هنبتدي بقى ان احنا نتبلها كويس قوي من هنا. واتبلها برضو من فوق من هنا. تزحلق. نكملها بقى وبعدين نرجع نقطع الخضار مع بعض. كده انا تبلت الفراخ اهي، حطيتها على جنب عشان تاخد شويه من الملح. ودي الخضار اللي هحطه: كوسه وجزرايه وفلفل احمر ده اختياري، وفلفل اصفر وطماطمتين وبطاطستين. تمام. الخضار اقطعه كده بالحجم ده. تمام كده. وهوريكم برضو البطاطس هنقطعها ازاي. البطاطس هنقطعها كده، ما تكونش تخينه قوي ولا رقيقه قوي كده. تمام. الفلفل الالوان هقطعه كده حلقات، بس الفلفل قطعي تخين زي ما انت عايزه، لان الفلفل بيستوي بسرعه اهي. والجزر برضو، الجزر هحاول ارققه شويه عشان بياخد وقت عن الخضار ده اهي. تمام كده. طماطم مش هعصرها، مش هعصر طماطم، هقطعها حلقات كده، حلقات كده. طبعا حطيت بصلايه وبرضو فرمتها، بس حطيت عليها ملح وفلفل بس فقط. تمام، عشان مكترش التوابل عليها، لاني اكيد الزعتر اللي في الفراخ هينزل عليها بس بكميه قليله. تمام. وهرجع بقى كله وانا برص في الصينيه ان شاء الله هوريها لكم. كده انا هنحط بقى، بصوا دي الخضار كله، بس هوريكم بقى كده. هنحط شويه كده هنا ونخلي شويه فوق الوش. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل حله كده بحيث انها تتقلب عليه كله. اروح مره بيها كده اهو. عايزه ترصيها بطريقه حلوه رصيها براحتك اهي.
بس نحاول ما نخليش الفلفل من تحت عشان الفلفل ايه بيستوي كده. نحط بقى الايه الفلفل الاحمر رخر كده، خليناه فوق الوش وهو الاخضر. والطماطم اللي احنا مقطعينها طرنشات هنحطها كده. حتى اللي ما عندوش فرن عادي ممكن يسويها كده من غير فرن، على البوتاجاز على البوتاجاز من فوق. وانا بس بدي وش الفراخ شوايه. بقول على الشوايه بس عشان خاطر الشوايه بتعمل ايه منظر يعني. وهنبتدي نحط بقى الايه البصل بتاعنا ده كده. اكله سهله، ولو حد بيعمل دايت ولا حاجه او مريض سكر جميله جدا. تعليش السكر عندي. وممكن بقى انا هعمل جنبها هخيرهم، لو عملت رز بسمتي هوريكم الطريقه لاني ما عملتوش معاكم قبل كده، لكن لو رز عادي عملته كتير معاكم قبل كده. طبعا معلقه تانية عشان السمنه، ونحط بقى يعني ايه معلقتين بس ايه سمنه. اللي عامل دايت جامد يعمل ايه، عندك شوربه حطيها عليها بعد ما تغلي شويه على النار. زيت ممكن على فكره اللي اثبتوا ان السمنه اللي هي البقري الفلاحي بتاعتنا فيهاش كوليسترول كتير زي الزيوت، مادام بتتسيح والمرته بتطلع خلاص. لان كل المرته هي اللي فيها الكوليسترول والحاجات. يعني معلقه السمنه البلدي اللي انت حطيتيها دي هتدي ريحه ومغذيه وما فيهاش كوليسترول كتير. وبعدين انت مش هتاكلي المعلقه كلها، دي صينيه كامله، يعني ممكن اسره كامله تاكل من الصينيه دي. فعلى بال ما توصل لك، مره الدكتوره قالت لي كده كانت بتاعه تغذيه، على بال ما يوصل لك السمن ده ممكن تكوني خدتي حته قد دي كده انت كلتيها. طبعا انا ايه هحطها شويه تغلي على النار، لو احتاجت انا عندي شوربه احطها عليها، واحط الفرخه كده عليها. انا صراحه كنت هشوي الفرخه لوحدها بس لقيت ان تحت الشوايه اظرف، يعني ما بتتعرضش للحرق كتير وكده، بس هو تغيير يعني لما نكون عايزين نعملها على الشوايه نعملها. وهنحط بقى دي كده اهي، ونغطيها بقى ايه بغطا كبير كده او بايه بسيلفر. انا هحطها شويه كده على النار، اول ما تغلي اروح موطيه عليها، اوطي عليها هي بقى بتنزل سوائل. اذا احتاجت مني ميه لو عندك شوربه حطي، ما عندكيش حطي شويه ميه. تمام كده. تحطولهاش طماطم، ما تحطولهاش اي حاجه، حلوه للمعده وحلوه للناس اللي بتعمل دايت. تمام كده. بعد ما تستوي بروح مولعه عليها الشوايه. وده شفتوا النهارده اكلنا بسيط جدا وما خدش مننا اي وقت وحلو للمعده. تمام كده. وارجع لكم تاني بعد ما اخلصها واولع الشوايه عليها واحمرها. كده انا خلصت اهو. بصوا صينيه شكلها جميل ازاي، ولا كانها مشويه. اللي عايز يزود كمان في التركات بتاعتها يحط في حمايه يسخنها ويحطها ويغطي. جميله جدا ومغذيه وسهله، واي حد بيعمل دايت هتمشي معاه. فيهاش سمنه كتير، مفيهاش اي حاجه. والرز معلش كان نفسي اعمل لكم البسمتي النهارده بس هم طلبوا مني الرز المصري. والف هنا وشفا، واتمنى تجربوها ان شاء الله وتكون وصفه سهله وحلوه على قلوبكم. السلام عليكم.